وفي المغرب نظمت فعاليات أمازيغية مختلفة أمام البرلمان بالعاصمة الرباط. نظمت احتفاليات كبيرة، فقد نظم حفل فني بمشاركة مجموعة غنائية شبابية وتقديم رقصات من التراث الأمازيغي، من أشهرها رقصة أحدوس. وقد رفع المشاركون خلال هذا الاحتفال شعارات تطالب بالسلطات المغربية، تطالبها بجعل يوم 13 من يناير من كل سنة عيدا وطنيا، وكذلك تطالبهم بإطلاق سراح من وصفوهم بالمعتقلين السياسيين من الأمازيغ. ومعنا الآن من الرباط منير كجي الناشط الأمازيغي. أول شيء نقول لك طبعا أسقاس أمقاس، أعتقد هذا ما لا أدري إذا كانت وصلت الصورة، ولكن كل عام وأنت بخير. نريد أن نعرف منك تاريخ هذا الاحتفال. نعرف أنه لسنوات طويلة ولكنه برز بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، لماذا؟ أولا أتقدم بتقديم التهاني لكل الأمازيغ أينما وجدوا بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2964، وأقول لهن ولهن أسقاس إغودان أسقاس أمقاز. كما استطعنا في البرنامج، اختار شباب حركة سواد الأمازيغية الاحتفال برأس السنة الأمازيغية أمام البرلمان المغربي بما للمؤسسة التشريعية من رمزية سياسية. فحركة سودة والجمعيات والفعاليات الأمازيغية منذ سنوات تطالب من الحكومات المتعاقبة وحكومة بنكران الإسلامية حاليا المطالبة بجعل رأس السنة الأمازيغية عيد وطني مؤدى عنه، وذلك من أجل استعادة الموروث الحضاري والثقافي للأمازيغ بشمال إفريقيا. بالنسبة لسنة 2964 فكما أجمع المؤرخون على ذلك، فالتاريخ لتاريخ الأمازيغية يمتد إلى فترة حكم الملك الأمازيغي شيشونغ لمصر. الأسرة 21 22 23 في مصر حكمها أمازيغ، وكانت هناك علاقات طيبة وجوار جيد بين الفراعنة القدماء والأمازيغ. إذا كما قلت من هذا المعطى، يعني الفعاليات والجمعيات والفاعلون الأمازيغ يطالبون باستعادة. إذا سمحت لي سيد منير، يعني الموضوع يعني هو له علاقة بحدث تاريخي أكثر، ليس له دلالة دينية مثلا؟ لا، هو ليس له بعد ديني وبعد حضاري، لأن الحضارة الأمازيغية مضروبة في قدم شمال إفريقيا، ومن هذا المنطلق فالتاريخ بشمال إفريقيا هو تاريخ مزور للأسف. من أجل ذلك نحن نسعى لاستعادة هذا التاريخ وإعادة كتابة تاريخ شمال إفريقيا بأقلام موضوعية. عفوا، السنة التي يحتفل بها الأمازيغ الآن هي يعني ما هي السنة الجديدة الآن؟ هي سنة 2964، ومن هذا المنطلق يعني 2964. من هذا المنطلق يعني الفاعلون الأمازيغ ليس في المغرب فحسب، بل في الجزائر وتونس وليبيا وواحد سيوة بمصر وشمال مالي وشمال النيجر وجزر كناريا يطالبون باعتبار إيد يناير أو الفاتح من يناير من كل سنة أمازيغية عيدا وطنيا معترف به على غرار التاريخ الهجري أو بداية التاريخ الهجري أو التاريخ المسيحي. طيب، فقط مرة أخرى، يعني متى بدأ الاحتفال بهذه بالسنة الأمازيغية بشكل كبير؟ يعني ماذا أخذت الزخم الذي نراه الآن منتشرا كما ذكرت في هذه الدول العديدة؟ وهذا الاحتفال أعتقد من وجهة نظري أن هذا الاحتفال مرتبط بالوعي الهويات الأمازيغي الذي يزداد سنة بعد أخرى، ليس في المغرب فقط بل في شمال إفريقيا بصفة عامة. فيعني التاريخ بعد قراءة التاريخ دراسة التاريخية الموضوعية واكتشاف أن للأمازيغ حضارة عريقة في التاريخ، من هذا المبدأ ابتدأ الأمازيغيون بالاحتفال
بهذا الموروث الحضاري العريق بالاسماء الامازيغيه كالملكه ماسينيسا ويوغورتا والملكه ديهيا الى اخره. اذا كما قلت منذ البدايه نحن نسعى لاستعاده هذا التاريخ المنسي الذي شكل مناره حضاريه عريقه في شمال افريقيا بصفه عامه. أسيغاس ميغاس مرة أخرى، وكل عام وكل الأمازيغيين بخير. شكرا جزيلا لك منير كجي.